أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. أجواء جميلة جدا هنا، ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، سأكون معكم من كابينة التعليق. أتمنى بأن تشاهدوا هذه المباراة الممتعة والمثيرة. فريق كيرلا بلاسترز يواجه البلو جرانا نادي برشلونة. حقيقة أنا سعيد جدا بالتواجد اليوم معكم، وأتمنى بأن تكون هذه المباراة مليئة بالندية والإثارة. تياغو سيلفا، سيرخيو راموس، نيلسون سيميدو، بيكام. تناقل الكرة بهدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. في منطقة جزاء يستعيد الكرة. ديونغ تصل عند إدريسا جاي. ليونيل ميسي، بناء للمحاولة بشكل ممتاز. اندفاع كبير، استخلاص الكرة في منطقة الجزاء بدون خطأ. ديونغ تصل عند إدريسا جاي، يشتت الكرة في هذه اللقطة. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة. فيرجيل فان دايك، ستيفن بيرغوين يحاول أن يشكل خطورة. مساندة تصل الآن، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. لويس سواريز، تصويبة من مسافة بعيدة بدون أي خطورة على حارس المرمى. فرانكي ديونغ، ليونيل ميسي. نتيجة التعادل، والفريق يبني الهجمة بتنظيم وهدوء وبدون تسرع. ضغط عالي جدا في الأمام. تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية الشوط الأول. البارسا يبدأ الشوط الثاني. حلو التدخل من اللاعب، بيخلص فيها الفرصة الماضية. ديفيد بيكام، نيمار، سواريز، تصويبة تأتي. لويس سواريز يفتتح النتيجة، يسجل أولا في هذا اللقاء. شوف الإعادة، شوف الهدف، شوف كيف كان تحت الضغط ومع ذلك نجح في أن يضرب الكرة في الشباك. هدف لا يأتي إلا من لاعب كبير. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. بشتت الكرة. ملعوبة إلى جاي. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. نيمار، لويس سواريز، تدخل رائع من فان دايك. ما مرت، ما عدت حالة تسلل في هذه الكرة. مع بعض التركيز كان ممكن تفادي هذا الموقف، كان ممكن انتظار العودة من التسلل قبل التمريرة. زين الدين زيدان، عودة بالكرة إلى الوراء. تياغو سيلفا، نيمار. الربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة، تحرك ممتاز من نيمار. فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. يبدأ صد لوريس، الخطورة مستمرة. كرة في المرمى من دي ماريا.
نشوف الهدف من جديد. المحاولة الأولى لم تدخل المرمى، وترتد الكرة وتستمر الخطورة، لتأتي بعد ذلك المتابعة المباشرة لتسكن الكرة داخل الشباك. واضح أن المدرب راح يلجأ لدكة البدلاء في اللحظات القادمة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. أنخيل دي ماريا، دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. كرة هدف الآن، وتنطلق في هذه اللحظات ساطرة نهاية المباراة، والبارسا يتكبد مرارة الخسارة. الفريق كان خارج الخدمة اليوم، لم يقدم ما يشفع له لتحقيق نتيجة إيجابية. بالتأكيد الخسارة